يا ترى ليه بنحب نفرقع صوابعنا؟ وايه الصوت الغريب اللي بيطلع من صباعنا ده لما نفرقعه؟ ويا ترى فعلا بيسبب خشونه ولا احنا طول عمرنا بيضحك علينا؟ بص يا سيدي، جسمك فيه مفاصل، والمفاصل دي فيها سائل اسمه السائل الزلالي، والسائل ده شغلته انه يقلل الاحتكاك بين العظم اللي عند المفاصل. فلما تيجي تفرقع صباعك انت بتشد المفصل فجأة، فالشد ده بيخلي السائل يتوسع بسرعه، وبالتالي بيكون السائل فقاعة غاز، والفقاعة دي بقى هي اللي بتفرقع وبتطلع لك الصوت ده. طيب يا ترى احنا بنحب نسمع الصوت ده ليه؟ ده لان في حاجه عندنا اسمها الاشباع الحسي، وده بيخلي المخ يفهم ان المفصل ارتاح لما نعمل الحركه دي في صوابعنا. طيب هل الحركه دي بتسبب خشونه؟ الدراسات قالت لا، مفيش دليل علمي مثبت ان فرقعه الصوابع بتسبب مشاكل، بل في دكتور عمل تجربه على نفسه بانه كان بيفرقع صوابعه الشمال كل يوم لمده طويله جدا، وفي الاخر صوابعه في ايديه الاثنين زي بعض بالظبط وما كانش فيهم اي مشكله. بس خد بالك، لو بتفرقع صوابعك طول الوقت وحسيت بوجع او ورم يبقى لازم تروح للدكتور. سلام.